فتاة ليل بينقذها شاب علشان تغير شكلها وبيعجب بيها ويقع في حبها، لكنها بتحاول تهرب منه لانه يستاهل واحدة افضل منها ومن غير ماضي. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. سنة 1850 في تكساس اجمل بنت بتكون واقفة في شباكها وبيكون اسمها انجل، ورجالة المدينة بيقفوا عليها طوابير علشان يشوفوها بس من الشباك. وبنعرف ان البيت اللي هي فيه ده بيت دعارة وبتتأجر بالساعة لرجالة القرية. وبنرجع لذكرياتها لما كان ابوها جاي من شغله وبيعاملها باسلوب مش كويس كانها مش بنته، وبيعرف مراته انها مش بنته فعلا وانه مش لازم يربوها دلوقتي، وازاي يربوا بنته وما يعرفوش اهلها وهي اصلا بنت حرام. وطبعا بتنهار من العياط اول ما بتسمع الكلام ده. وبنرجع لانجل في البيت اللي هي قاعده فيه دلوقتي، وزمايلها البنات بتتكلموا ان نفسهم يسيبوا المكان ده ويمشوا، ولكن انجل بتكون خدت على الموضوع ده وفقدت الامل في الخروج من البيت اصلا. وبنروح بعديها لمايكل، شاب محترم وعنده مزرعة عايش فيها على أطراف المدينة، وبيكون نفسه في واحدة يعمل معاها أسرة ويجيب منها أطفال وتشاركوا حياته. وفي المدينة بيشوف أنجل لأول مرة وبيعرف إنها فتاة ليل. وبنرجع تاني لذكريات أنجل بعد ما أبوها اتخلى عنهم هي وأمها ورماهم في الشارع، وبتشتغل أمها فتاة ليل علشان تقدر تصرف عليهم، وبتفضل كده لغاية ما بتمرض وبتموت، وبتسيب أنجل وهي صغيرة في السن وبتفضل لوحدها من ساعتها. وبنرجع لأنجل تاني في الوقت الحالي لما بترفض ان هي بتشتغل الليله دي لانها افتكرت ماضيها ومتضايقه جدا، فبتبعت لها القواده واحد يجبرها على الشغل ويضربها. وبعدها بيدخل اول زبون واللي بيكون دافع مبلغ كبير جدا علشان ياخد الليله كلها معاها لوحده، وبيطلع هو مايكل اللي بيعرفها انه معجب بيها جدا وانه مش هيعمل معاها حاجه ولا هيلمسها وانه جاي بس عشان يكلمها بس. لكنها بتعرفه انها تقريبا كل يوم بتسمع الكلام ده من كل زبون، لكنه بيسيبها وبيمشي. وتاني يوم برضو بياخدها الليله كاملة وبيكرر نفس الكلام، لكنها بتعرفه ان فلوسه كده بتضيع على الفاضي لانها كده كده مش بتحبه ولا هتحب حد اصلا. ولما بيمشي بتفتكر ان بعد موت امها خدها قواد وبيدخل معاها في علاقة وهي طفلة علشان بعدها تبتدي تشتغل معاه في بيت الدعارة اللي بيكون مش في البيت حاليا، وبيستكشف بنات تاني بره، وبتكون عايشة مع مراته وشريكته. وبتفتكر برضو محاولاتها للهروب من البيت ده علشان تشتغل شغلانة تانية محترمة لكنهم كانوا بيرجعوها بالعافية. وبنرجع تاني لانجل اللي بتتخانق مع القوادة وبتعرفها ان العز اللي هي فيه ده بسببها، وكالعادة بيطلع لها راجل علشان يضربها. ولما بيروح مايكل الليلة دي علشان يشوفها بيلاقيها مضروبة ومتبهدلة حرفيا، فبيقرر انه يدفع تمن انجل علشان يشتريها من القوادة، وبيكون تمنها غالي جدا لدرجة ان هو بيدفع كل الفلوس اللي معاه. وبياخد انجل معاه وهو ماشي وبيعرفها انها تعيش معاه في البيت بتاع المزرعة، لكنها بتكون انها شايفة نفسها سلعة وان هو اشتراها، بس هي بتكون رافضه ده. فلما بتفوق من اصاباتها دي بعديها باسابيع بتهرب منه فورا، لكنه بيقدر يوصلها على الطريق وبيديها ميه ولبس وبيعرفها ان رجاله القواده مستنيينها على اخر الطريق اللي هي ماشيه عليه. وبيرجع تاني على بيته وبيتفاجئ ان هي بترجع وراه برضه بس ماشي. وبالرغم من هروبها ده بيعملها مايكل كويس جدا وبيدوج روحها وبيعلمها شغل المزرعه واحده واحده، وبرضه ما بيلمسهاش علشان ما تزهقش. وبعد ايام بيعرفها مايكل انه بيحبها، وفي الوقت ده هي كمان بتكون اتشدت له بس مستكتراه عليها وشايفاه حد احسن منها وان هي هتظلمه معاها. وتاني يوم بيوصل بول صاحب مايكل المدمن على الخمور، واللي بيدخل لمايكل وبيتعرف على شكل انجل ويفتكر ان هي فتاة الليل بتاعة المدينة اللي الرجالة كلها بتجري وراها. وبيحاول بعدها يكلم انجلا وبيعرفها ان مايكل مش شبهها وانه حد كويس ويستحق حد احسن منها. وبعدها بيروح لصاحبه وبيعرفه بحقيقة انجلا، لكنه بيتصدم لما بيكون عارف الحقيقة من الاول، وبيقول له انه دفع ثمنها خلاص للقوادة وانه هيتجوزوا قريب. وبيرجع مايكل لانجلا وبيعرفها انه عايز يخلف منها اطفال ويكون اسرة. فبتفتكر انجلا لما حملت مرة والقواد جاب لها دكتور علشان يجهضها وخلاها ما تقدرش تحمل تاني، وللسبب ده بتسمع كلام بول وبتهرب للمدينة معاه علشان تلاقي ان بيت الدعارة اتحرق والقوادة ماتت جواه. وبيعرض عليها صاحب البار انها تشتغل معاه، لكن لما بيعرف مايكل بيروح لها وبياخدها من هناك على بيت المزرعة. بس بنكتشف ان معاملته معاها بتتغير، وبسبب ده بتحاول تخلص على نفسها لكنه بينقذها وبتصعب عليه. وبيعرفها ان ابوه كان تاجر عبيد وبسبب معاملته ليهم سابه وهرب، بس ده كان زمان وقرر يبقى لوحده. وبيعرفها انه ممكن اي حد ينسى ماضيه زيه كده تمام، فبتكمل معاه حياة جديدة. لكن بعد مدة بسبب انها مش هتقدر تخلف بتهرب لمدينة تانية وبتشتغل في مطعم هناك لغاية ما
بيعرف مكانها القواد وبيروح علشان ياخدها بقوة، وبيعرفها بنظام شغلهم الجديد وان هي هتطلع تعمل عرض قدام الناس على المسرح كأنها بترقص عادي وبتعمل استعراض، وبعدها هيعملوا عليها مزاد سري بالليلة. لكن بتقرر اول ما بتطلع على المسرح ان هي تفضح القواد وتعرف الناس انه بتاع عيال وانه خطر على اطفال القرية وانه مخبي ضحاياه في غرفته، والكل لما بيعرف القصة دي بيساعدها هي والاطفال في الهروب، وبيخلصوا على القواد في ميدان عام لانهم خايفين على اطفالهم. وبعد شهور بتكون انجل بقت راهبة في مدرسة، وبيشوفها بول وبيعرفها ان مايكل لسه عايش على امل ان هي ترجع له وانه لسه مرتبطش، فبتقرر هي ترجع له تاني وبتعتذر له عن هروبها الاولاني، وبتصارحه ان هي مش هتقدر تحمل لكنه بيسامحها. وبعد سنين بيكونوا خلفوا اطفال، وطلع ان القواد كان بيخدعها بموضوع ان هي بقت عقيمة. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، ومتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.